هوريك فيديو دلوقتي من المنيا من مصر، صادم حرفيا، والشخص اللي فيه كان بيتكلم بجد ان هو قلقان من المنظر اللي شافه. بعد شويه هصدمك بفيديو تاني اكبر منه. الفيديو اللي انتشر ده صاحبه بيقول ان هو من الواسطه من المنيا في مصر، وكان بيصور السماء في شكل غريب، والسماء كان الوانها غريبه، وناس كتير في الكومنتات اكدت انه فعلا السماء في الوقت ده كان الوانها كده. بس الصدمه مش في لون السماء، الصدمه في اللي ظهر في الفيديو. في الاول هو لقى حاجه شبه الشمس ظاهره وكأن السماء مغطيه عليها، بس المشكله هنا ان الشمس ما كانتش لوحدها، لان بعدها ظهرت اشكال تانية شبه الشمس بعدها على طول، وفضلت الاشكال دي تكتر في السماء، والشموس كانها بتزيد واحده ورا التانية في ظاهره محدش فاهمها. والشخص بيقول ان المنظر ده كان حقيقي، وبيأكد ان هو ملوش اي علاقه بالذكاء الاصطناعي، والمنظر كان حقيقي وبيصوره. وفضل الفيديو شغال والشموس اللي موجوده في السماء عماله تكتر، وهو مش فاهم هل فعلا دي شموس ولا اي حاجه تانية ليها علاقه بالفضاء. بس المنظر كان هو شايفه قدام عينه، وبيأكد ان هو ده حقيقي وهو مصوره بنفسه. وبدأت الناس في الكومنتات تقول انه فعلا في التوقيت ده كانت شكل السماء غريب وشكلها احمر. مش كل الناس شافت اللي هو شافه، بس معظم الناس اكدت على لون السماء في التوقيت ده. والفيديو انتشر انتشار كبير جدا، وكل الناس كانت بتسأل هو ده ايه بالظبط، وايه اللي يخلي السماء يبقى منظرها كده، وايه اللي يخلي فيه اكتر من شمس تطلع بالمنظر ده. وبعدها على طول انتشر فيديو تاني غريب وصادم اكتر من الاولاني، والفيديو التاني كان من اسكندريه لواحد ماشي بعربيته ومصور السماء. بس وهو بيصور السماء صور منظر غريب، لانه لقى السماء منفصله لجزئين، جزء منهم اللون العادي اللي احنا عارفينه، والجزء التاني كأن السماء مغيمه. بس الغيوم اللي كانت فيها كانت واخده خط مستقيم واحد، وكأنها عباره عن تسونامي زي ما هو قال على حد تعبيره. الشكل من بعيد كان شكل يقلق، وخصوصا ان هو سايق وشايف قدامه من بعيد جدا السماء كأنها منفصله لجزئين، وكأن اللي جاي عليه ده ومنظره وهو فاصل السماء كان يقلق اي حد. الفيديوهين دول لقوا انتشار كبير جدا على كل السوشيال ميديا، وبدأت الناس تتكلم عنهم. هي الارض فعلا بتجهز لحاجه غريبه بتحصل؟ وخصوصا الكلام ده كان بعد بركان اثيوبيا، وبعد الاحداث الاخيره اللي بدأت تنتشر في الكره الارضيه من كل ناحيه، وبتقول انه فعلا في حاجه غريبه بتحصل في الكره الارضيه، وكأن الارض بتجهز لحاجه جديده. انا عادل مجدي، شير كتير جدا للفيديو ده، ومستني اعرف رايك ضروري في الفيديو الاول بتاع الشموس. هل انت متوقع ان فعلا دي اكتر من شمس، ولا ده حدث فضائي بيحصل في السماء؟ والفيديو التاني بتاع اسكندريه يا ترى هو ايه بالظبط؟ رايك مهم جدا.